في يوم من الأيام كان في عصفور صغير اسمه زقزوق. كان واقف لوحده على الشجرة، كان بيبص في السما وشايف كل العصافير بتطير حواليه بحرية، بس هو كان خايف يطير. كل يوم كان بيشوفهم بيلعبوا وبيضحكوا في السما مع بعض، وهو يفضل واقف مكانه على الشجرة حاسس إنه مختلف عنهم. وفي يوم جات لولو صاحبته وقالت له ليه مش بتجرب تطير زينا؟ زقزوق قال لها بخوف أنا خايف، ممكن أقع. لولو ابتسمت وقالت له كلنا خفنا في الأول بس جربنا. وفي يوم وهو زقزوق قاعد على الشجرة سمع صوت صغير، بص تحت لقى عصفور صغير واقع من عشه بيحاول يطير بس مش قادر. زقزوق خاف وتوتر وحس انه لازم يساعده، لكن للأسف الخوف رجعله تاني وما قدرش يساعده. وفي يوم بص للسما تاني وشاف العصافير بتطير بكل ثقة، وقرر ياخد أول خطوة. رفرف بجناحاته ونزل من على الشجرة، وفجأة لقى نفسه هيقع، بس فضل يحاول ويرفرف بجناحه لحد ما لقى نفسه طلع لفوق وبدأ يطير. كان خايف بس قرر يكمل، وبص حواليه ولقى عصافير تانية بتطير وحس إنه مش لوحده، فبدأ يطمن وكمل طيران، وطار بسرعة ناحية العصفور الصغير وساعده يقف ويحاول تاني، ومع بعض بدأوا يطيروا. ورجع زقزوق الشجرة وهو مبسوط، والعصافير حواليه بتضحك وتشجعه، ولولو فخورة بيه، وعرف ساعتها إن ممكن نغلب خوفنا ونجرب وأكيد هنقدر.